الممثلات الحين، خلينا نرجع عن الوسط الفني. نبي نتكلم عن الوسط الفني، العفن الفني. العفن الفني، نعم. تكلمنا عن هالعفن اللي انت تتكلم عنه. طبعا اللي مثل ما تفضلت كثير يقول والله هاي الممثل قدوة، وهو في الحقيقة جزمة، او ان الممثلة الثانية هذه والله قدوتنا وهذه ما ادري ايش. هل هم قدوات ولا قوادات ولا شو السالفة يعني والله العظيم لو مو رسولنا صلى الله عليه وسلم ما علمنا على الستر والله اني صفيت اساميهم واحده واحده وقلت لكم فلانه فلانه فلانه. طبعا بتقول لي بعد البرنامج 100% بقول لك. وكلهم خليجيات عشان نكون اوضح. خليجيات، بما ان احنا خليجيين انا بتكلم على الخليجيات اللي ينطون لنا كل رمضان. يعني انا من كم يوم في شهر الفضيله، اي في شهر الفضيله قبل اسبوعين تقريبا قريت مقال حق فنانه قاعده تقول بان الفنانه الكبيره سيده الشاشه اللي يحطون اسمها سيده الشاشه الكبيره والقديره، تقول تطلب مني في التمثيل اني البس عاري. الكبيره تقول توصل لحد اني انا اقول لها بس لهني اوكي، لان هي لبست عاري، فديش الممثله القديره تقول لها لا بعد شوي اكثر، بعد فصل شوي، بعد نزل شوي. هذه كلامها هي ممثله خليجيه، فهي تقول لا انا لهالحد صراحه استحي، يعني لان بقى شوي الحياه شوي بقت يعني اشوي الحمد لله، يعني تلاحقت نفسها. الممثلات هذه اللي تشوفونهم كلهم يمكن ظروفهم تختلف من واحده للثانيه، وانما عايشين حياه مأساويه واحده. يستحيل تلاقي واحده ممثله عايشه رفاهيه قصد بالرفاهيه مو بالفلوس، القصد النفس وارتياح القلب. اذا رب العالمين يقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، يبقى احنا نصدقكم وانتم تضحكون فويهنا بالشاشات ولا نصدق رب العالمين؟ نصدق رب العالمين. فلما تطلعون تضحكون بالكذب اللي توصفونه حق الناس انهم عايشين احلى عيشه، وانما قدموا الرساله اللي يقدمونها لنا في رمضان، وقدموا النصيحه اللي يقدمون. انا ساعات ممثل، وهذا مو قبل شهر، ساعات ممثل خليجي ومشهور، قلت له ترضى على بناتك يمثلون؟ سيده كذي قال لي لا. قلت له يبقى انت ترضى على بنات الناس وما ترضى على بناتك؟ شلون ما تقول حق ذولا لا تمثلون؟ يعني كيفهم ممثلة تقول لي شخصيا، وممثلة خليجية ومشهورة وقالت لي شخصيا الممثلة عشان توصل لابد من تضحيات، لازم عشان توصل فوق ترخي تحت. كلامها وانا اقولها لا بكل صراحة اقول لك يعني. وكل واحدة ظروفها ألعن من الثاني. اللي مطلقة شوف طلع عليهم بس من فوق، اللي مطلقة، اللي مطرودة من البيت، اللي ساكنة حياة مأساة، اللي قاعدة في حياة مأساة، اللي ساكنة في شقة بروحها. وين النماذج اللي قاعد يعطونا اياهم؟ وتستعجب على الكذب اللي يعيشونه. انا استعجب عليه يعني لما وللاسف يعني الاقي حتى ناس من اهلي لما يندمجون على حلقة موقف حزين تلاقي مطوج ذي ويصيحون، الموقف ذي يصيحون. تعرف انا حضرت مواقفهم، وانا رحت يعني مع الموقع التمثيل وشفت يعني بعيني لما يحصل موقف ستوب يقول لهم كذي ستوب، ويصير الضحك وكفت واللي يلمها واللي شو توكم تمثلون ان انت متحاجبه وان انت بتناصح ايش فيك عن كفك لا هاي تمثيل، الواقع غير. عارف شلون؟ التمثيل غير. انا امثل اني انا بنت ناس، انا امثل اني انا بنت سيده، انا امثل ان انا زوجة صالحة، انا امثل اني انا بنت صالحة، بينما انا لا في الواقع انا اتعس البنات، انا بنت شوارع، انا في الحقيقة انا مطلقة وهايته وتايهة وتبيع شرفها بارخص الاثمان. لف على الدول الخليجية ودش المراقص العربية والديسكوات، شوف الممثلات داخل ايش يسوون، شوفهم داخل ايش يسوون. انا لسه اتحاور مع واحد من الممثلين
ودشيت في نقاش حاد على هذا الموضوع. طبعا هو ما رد على العفن الفني، قاعد يدافع عن العفن الفني، ويقول لي يقول ان هذيلين يوم من الخارج، يعني جايين اساسا خراب وخربوا الفن، ولا الفن هو اساسا نظيف على حد كلامه. طيب اذا كان الفن اساسا نظيف وياو هذول من برا خربوا الفن، يا اخي مو بيفترض ان انت تطلع عند الفن لان اخترب؟ مقعدل، لان الحين هاي الفن صار سيء السمعه، شلون ما تطلع عن الفن؟ لا. وقالتها كلمه كبيره الممثلات، السيده الاولى في الخليج، تقول، وهاي مقابله انا شفتها، ان الممثلين يمثلون لسببين، اما للشهره واما للفلوس. انا ما قلت، السيده الاولى هي اللي تقول روحوا حق السيده الاولى وحاشوها، انا مالي شغل، هذا هي تقوله. فهذه الممثلات يا استاذ ابو سعود. اي نعم. انا يعني في احد الاخوان اللي قريب من الوسط الفني، العفن الفني. اي نعم، على راحتك ان شاء الله. لا لازم العفن الفني. تزعل علي بعد، انا مو بقد. هذه كلمه اخونا وشيخنا الكبير الشيخ نبيل عواض من الكويت، سماه العفن الفني، فيفترض انه يكون العفن الفني. حتى العفن اشرف منهم يعني. اي والله العفن اشرف. عموما واحد من الشباب اللي قريب من الممثلين وفي الوسط الفني، في ممثلة مشهورة جدا وكبيرة في السن، يعني الإنسان فعلا إذا طاف ال40، وهي حلقة أنا تكلمت عنها في اجتماعيات، يستحي شوي على دمه. فهذه إنسانة تقريبا 57 58 إلا ما دخلتها ال60. فيقول لي هالإنسانة هذه أكبر قوادة في الخليج. هاي الإنسان اللي تشوفونها تمثل دور الأم، وتمثل دور اللي استغفر الله ولا إله إلا الله ويا بنتي حرام ويا بنتي وحجاب وتلبس لبس العيايز، ومقطع في الحلقه انها توها قايمه من سجود، اي، وتلبس لبس امهاتنا الشريفات العفيفات اللي ما تسوى التراب اللي يمشون عليه. نعم. هذه قال لي اكبر قواده في الخليج فعلا، تاجر بالبنات وتاجر اي واحد بالتليفون يقول لي ابو سعود تبين اعطيك رقمها تتصلها الحين تجيب لك في اي بقعه. نعم. في اي بقعه تبيها وصلت لك اياها بهليكوبتر، النوعيات اللي تبيها. اي، وانا ادريك من الشعر بيت، مو بس الممثلات هذيلا اللي قلت عنهم، مو بس الممثلات، هي ما تتعامل مع الممثلات بس، لا، وانما تتعامل مع بنات ناس للاسف. واحنا نجيبهم ونرزهم ومقابلات، والفنانه الكبيره وش تاكلين اليوم وشلون صرتي ذي وشنو تاكلين الصبح سلطه وفي الليل بيضتين شو نسوي فيها احنا يعني؟ تاكل ما تاكل، شو لنا شغل فيها احنا الحين؟ صح. ان شاء الله تاكل السم، احنا ما عندنا. يطلعونها كانها قدوه للبنات للاسف. مشكله يعني يجيبونها يحطوا ليش تاكل ما تاكل، شو لنا شغل فيها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ما هو لان مدير التلفزيون اللي جابها رقد وياها. والله 100%. ومو برقد وياها بعد، هي عيوز يمكن جابت له اللي سنعه شوي. ابو سعود، وهذا كلام ترى مو بكلامي. شوف بعد انت شلون يحضرون كلام هم يقرونه. هذه ممثله انا سمعتها بدني قالت الكلام. شو اخبارك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعطيك العافيه ان شاء الله. الله يعافيك. شوي على روحك بس. مأساة. والله عايشين مأساة احنا. الخوف والله ما عليهم، الخوف على بناتنا. صح. لما جيت انت بتربي بنتك ولا بتربي ولدك التربيه الصحيحه، شو تسوي يا اخي؟